أهلا بيكم في حلقة جديدة من لسه بتنفس، ومعاكم فاطمة عاد. في سؤال يمكن ناس كتير عايشاه من غير ما تسأله بصوت واضح. سؤال موجود في الطريقة اللي بنتكلم بيها مع نفسنا أكتر من وجوده في الكلام المباشر. ليه إحنا أوقات كتير بنبقى حن على كل الناس إلا نفسنا؟ ليه لما حد قريب مننا يغلط بنحاول نفهمه ونخفف عنه، لكن لما إحنا بنغلط حتى غلطة صغيرة بنتحول فجأة لصوت قاسي جدا، صوت ما بيسامحش وما بينساش، وكأنه مستني أي لحظة ضعف عشان يثبت لنا إننا فعلا مش كفاية. الحقيقة إن جلد الذات مش بيبدأ فجأة، ومش بيظهر مرة واحدة. هو بيتبني بهدوء جدا من سنين طويلة، وإحنا بنتعلم إن الحب أحيانا مشروط، وإن القبول مرتبط بالأداء، وإن الإنسان كل ما كان أحسن كل ما يستحق أكتر، وكل ما غلط أو قصر يبقى لازم يحاسب نفسه بقسوة عشان يتعدل. ومع الوقت الفكرة دي بتتحول من مجرد كلام سمعناه لصوت داخلي ثابت جوانا، وتبدأ تلاحظ إن أي غلطة مهما كانت بسيطة بتكبر جواك بشكل مرعب. كلمة قلتها بشكل غلط، موقف حسيت إنك ما كنتش فيه كفاية، فرصة ضاعت منك، أو حتى يوم كنت فيه مرهق ومش قادر تعمل اللي عليك. فجأة تلاقي عقلك بيحول كل ده لدليل ضدك، وكأن أي تعثر معناه إنك فاشل، أو أي ضعف معناه إنك أقل. والمؤلم فعلا إن جلد الذات أوقات كتير بيختفي في شكل وعي أو تطوير للنفس. تلاقي نفسك مقتنع إنك لازم تضغط على نفسك طول الوقت عشان تنجح، ولازم تفضل غير راضي بشكل كامل عشان تتحسن، وكأن الرحمة هتخليك ضعيف، أو كأن قبول نفسك معناه إنك هتبطل تحاول. بس الحقيقة إن في فرق كبير جدا بين إنك تطور نفسك وبين إنك تكرهها. فرق بين إنك تعترف بغلطك وإنك تحول الغلط لتعريف كامل لشخصيتك. لأن الإنسان الطبيعي بيغلط، بيتلخبط، بيتأخر، وبيمر بفترات مش أفضل حاجة، وده ما ينقص من قيمته كبني آدم. احنا للأسف اتعودنا نربط قيمتنا بالإنجاز، لدرجة إن كتير مننا بقى حاسس إن وجوده نفسه لازم يتثبت كل يوم، لازم يعمل حاجة كبيرة، ينجح، يثبت نفسه، يتعب أكتر، يضغط على نفسه أكتر، ولو وقف شوية يحس بالذنب، وكأن الراحة حاجة لازم نستحقها بعد معاناة كفاية. ومع الوقت القسوة دي بتتحول لأسلوب حياة، تبقى الطريقة اللي بتبص بيها لنفسك، فتقلل من أي إنجاز تحققه وتعدي عليه بسرعة. لكن أي غلطة حتى لو صغيرة تقعد معاك أيام ويمكن سنين، وده بيخلق إحساس دائم إنك مهما عملت لسه ناقص. والغريب إنك ممكن تكون فعلا شخص مجتهد ومتعب وبتحاول طول الوقت، لكن لأن الصوت الداخلي عندك قاسي عمرك ما تحس بالاكتفاء الحقيقي. عمرك ما توصل للحظة تقول فيها أنا تعبت وده كفاية، لأن في جزء جواك متعود إن الرضا خطر، وإن جلد الذات هو اللي بيخليك تتحرك.
وفي نقطة معينة تبدأ تكتشف إنك بقيت عايش في حرب دايمة مع نفسك، حرب بتحاول فيها تبقى النسخة المثالية طول الوقت، النسخة اللي ما بتغلطش، ما بتضعفش، ما بتتعبش. ومع كل محاولة فاشلة للوصول للكمال القسوة دي بتزيد. بس يمكن أهم سؤال هنا، هل فعلا الإنسان بيتغير لما يقسو على نفسه؟ ولو بصينا بصدق هنكتشف إن أغلب الوقت إن القسوة ما بتخلقش إنسان أقوى، هي بس بتخلق إنسان مرهق، خايف يغلط وخايف يجرب وخايف حتى يهدى، لأن أي راحة بالنسبة له مرتبطة بالشعور بالذنب. وفي ناس كتير جلد الذات عندها مش بيبقى بصوت واضح، لكنه بيظهر في حاجات تانية، في إنها تعتذر طول الوقت حتى من غير سبب، أو تحس إنها عبء، أو تقلل من نفسها وسط الكلام، أو ما تعرفش تنجح ولا تفرح بإنجاز، أو تحس إنها لازم تعمل مجهود مضاعف عشان تستحق مكانها وسط الناس. وأوقات كتير الإنسان اللي بيجلد نفسه طول الوقت ما بيبقاش محتاج نقد أكتر، بيبقى محتاج يفهم هو اتعلم القسوة دي منين، لأن محدش بيتولد بيكره نفسه، دي حاجة بتتبني من تجارب، من مقارنة مستمرة، من بيئة ما كانش فيها مساحة للغلط، أو من خوف دايم إنك لو ما كنتش كويس كفاية هتفقد الحب أو القبول. ويمكن أول خطوة حقيقية للتغيير إنك تبدأ تلاحظ صوتك الداخلي، تلاحظ الطريقة اللي بتتكلم بيها نفسك وتسأل، هو أنا فعلا هقول الكلام ده لحد بحبه؟ ولو الإجابة لأ، يبقى ليه بتقوله لنفسك عادي؟ وده مش معناه إننا نهرب من مسؤولياتنا أو نبرر أخطائنا، لكن معناه إننا نتعلم نفرق بين المحاسبة الصحية وبين جلد الذات، لأن المحاسبة الصحية بتخليك تفهم وتتعلم وتتحرك، لكن جلد الذات بيخليك ثابت في مكانك، غرقان في الشعور بالذنب والاحتقار. ويمكن واحدة من أصعب الحاجات اللي محتاجين نتعلمها إن قيمتنا كبشر مش مرتبطة بكوننا مثاليين، وإن الإنسان مش لازم يبقى كامل عشان يستحق الحب أو الراحة أو التقدير، وإن وجودك نفسه مش محتاج إثبات كل يوم. وفي لحظة هدوء ممكن تكتشف إن أكتر حاجة كان محتاجاها روحك طول الوقت مش ضغط أكتر، لكن رحمة شوية، مساحة تتعب فيها من غير خوف، تغلط فيها من غير ما تكره نفسك، وتقف فيها شوية من غير ما تحس إنك فشلت. خفف عن نفسك شوية، لأنك مش مشروع لازم يكتمل بسرعة، ومش آلة مطلوب منها الكمال، انت إنسان، والإنسان أوقات بيتوه ويتعب ويقع، وده ما يخلوش أقل. وفي نهاية الحلقة لو وصلك أي جزء من الكلام ده، تحاول تفتكر إنك تستحق تتعامل مع نفسك بنفس اللطف اللي بتديه لكل الناس اللي بتحبهم. ويمكن الرحمة اللي مستنيها من الدنيا محتاجة تبدأ الأول من جواك. كانت معاكم فاطمة عادل من لسه بتنفس.